اللي ملوش تاريخ وملوش ماضي، ملوش حاضر، ملوش مستقبل. اعرف تاريخك، خليك فخور بحضارتك. اعرف تاريخ الحضارة المصرية القديمة، اسمها الحضارة المصرية القديمة مش الحضارة الفرعونية. جدودك الملوك اسمهم القدماء المصريين. انت حفيد الملوك وحفيد اعظم حضارة، الحضارة المصرية القديمة. فخليك فخور بنفسك، افتخر بنفسك، افتخر بنفسك. انت الحضارة المصرية القديمة دي حضارة موحدة بالله، مش حضارة وثنية. ما تخليش حد يضحك عليك ويشككك في نفسك وهو سارق علومك وبيستخدمها. تمثال الملك خفرع تمثال مميز وحير العالم كله، هو موجود في المتحف المصري القديم في التحرير. التمثال ده معمول من مادة اسمها مادة الديوريت الأخضر، مادة صعبة جدا ان انت تشكلها او تنحتها او تكسرها، ما بالك تعمل منها تمثال بالاحترافية، بالتمثال بالحجم ده. حاليا دلوقتي ممكن تعمل من مادة الديوريت الأخضر أشكال صغيرة، لكن إن أنت توصل تعمل تمثال بالاحترافية دي في السنين من 5000 سنة ومن 6000 سنة ومن 7000 سنة، الله أعلم بعمر التمثال قد إيه. فمعنى كده إن الحضارة المصرية القديمة حضارة متطورة ومتقدمة، وكان عندها تكنولوجيا إحنا معرفناهاش لغاية دلوقتي. التمثال ده موجود على 10 جنيه. التمثال ده في ظهره تمثال للطائر حورس النسر، طائر على شكل نسر في وخلف راس الملك خفرع. الطائر ده ما بيظهرش إلا لو وقفت يمين أو شمال التمثال أو في ظهر التمثال، لكن لو وقفت بصيت على التمثال من قدام مش هتشوف الطائر اللي هو على شكل نسر. هو على العنق واقف على ما ورا الراس خلف راس الملك خفرع، ورجليه على الكرسي، بحيث ان هو واقف ما بين الراس والعنق بالظبط بتاع الملك خفرع. التمثال حير الناس كلها، كل اللي بيجي يتفرج عليه بيبقى مذهول. تمثال الملك خفرع حاجة جميلة جدا، ان كل يوم الواحد بيتعلم وبيعرف معلومة جديدة عن الحضارة المصرية القديمة والمصريين القدماء، وازاي الواحد بيشوف هما كانوا قد ايه منظمين ومتعلمين، وقد ايه كان عندهم حضارة حاليا احنا بنحاول نتعلم منها دلوقتي. كان عندهم تكنولوجيا احنا مش عارفينها لغاية دلوقتي. فخور ان اجدادي والملوك المصريين القدماء هم ملوك، احنا احفاد الملوك. فخور ان دي حضارتنا، واللي ملوش تاريخ وملوش حاضر ملوش مستقبل، واللي ملوش تاريخ وملوش ماضي، ملوش حاضر، ملوش مستقبل. اعرف تاريخك، خليك فخور بحضارتك. اعرف تاريخ الحضارة المصرية القديمة، اسمها الحضارة المصرية القديمة مش الحضارة الفرعونية. جدودك الملوك اسمهم القدماء المصريين. انت حفيد الملوك وحفيد اعظم حضارة، الحضارة المصرية القديمة. فخليك فخور بنفسك، افتخر بنفسك، افتخر بنفسك. انت الحضارة المصرية القديمة دي حضارة موحدة بالله، مش حضارة وثنية. ما تخليش حد يضحك عليك ويشككك في نفسك وهو سارق علومك وبيستخدمها. شكرا.